السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم النهارده بطريقة صابون سايل سهل جدا، بجد طريقته رهيبة. الطريقة دي مش بتاعتي مبدئيا كده، للأمانة أنا جبت الوصفة دي من وصفة ومعلومة. هي بيدي كده ما شاء الله، أنا بتفرج عليها كل يوم، حد ما شاء الله جميل ومتخصص وعندها بقى يعني مصداقية في الكلام رهيبة، بتدي الوصفات بالظبط. وأنا بجد يعني هي حببتني كتير في إن أنا أعمل منظفات. اتعلمت كمان منها، عملت صابون الصلب، بجد طريقته حلوة أوي، بالإضافات بقى اللي هي طبعًا بتميّز الصابون الصلب عن الصابون اللي بتشتريه من برّه، فرق كبير، فرق شاسع كمان، فإن شاء الله تجربوها. بُصّوا بقى شكل الصابون السايل الجميل التحفة ده، بُصّوا المنظر بجد، هي يعني اللون ده كمان ليه تكنيك كده معيّن، أنا اتعلمته كمان منها إن هي إزاي أوصّل للون ده. ممكن تكون الكاميرا بس قريّبة شوية، فعلشان كده الصورة مش واضحة أوي، بس إن شاء الله هتشوفوها معايا في باقي الفيديو، وإن شاء الله يعجبكم الطريقة وتجربوها، ما فيش أبسط من كده. عايزة أقول لكم بقى تعالوا أورّيكم الرغوة بتاعته، الرغوة رهيبة. بُصّوا بجد ما فيش أفضل ولا أسهل من كده. إحنا طبعًا كلنا عرفنا إن في مقاطعة وكلنا ملتزمين بالأمر، بجد والله من ساعتها وأنا بدأت أجرّب المنظفات، بدأت أعمل صابون في البيت وطلّعت منه صابون سايل. وكمان يعني عايزة أقول لكم الصابون ده بيطلع منه حاجات كتير جدًا، شاور وبيطلع منه صابون سائل وبيطلع كمان كل حاجة، كل حاجة بجد. يعني الموضوع كله سهل أوي يا جماعة، مش هنحتاج أكتر من صابونة صلبة زي ما أنتم شايفين. دي الصابون الصلب اللي أنا كنت عاملاه معاكم، وإن شاء الله هاسيب لكم طريقته في صندوق الوصف. الصابونة بتاعتي دي كانت حجمها ما شاء الله كبيرة، يعني ممكن لو أنتِ حابة تعملي الكمية زي ما أنا عملت بالضبط كده، بتجيبي صابونتين من برّه، أو أنا بجد يعني أنصحِك تعمليه في البيت، ما فيش أسهل من كده. بجد والله يا جماعة مش محتاج خبرة كبيرة. طريقته حلوة، بُصّوا لونه عامل إزاي. طبعًا الصابونة عندي هنا بقى لي يعني عدِّت الشهرين، فكده خلاص مدة الحضانة بتاعتها بقت حلوة وآمنة جدًا على الإيد. بُصّوا المنظر بتاع الصابونة بجد تحفة جدًا. ده من الصابون المستعمل زي ما كنت قايلة لكم. وهنا بجد حوّلته بجد يعني للصابون، حوّلته كمان للرابسو العادي أو البرسيل، بجد تحفة جدًا. بشرت الكمية كلّها زي ما أنتم شايفين، وهانزل عليها بمعلقتين كبار من السكر. تمام لحد كده، هي دي تاني معلقة من السكر. وهنا السكر ليه؟ السكر عشان بجد بيعزّز الرغوة، وكمان بيبقى يعني كمُلطِّف كده على البشرة، بيبقى سهل أوي، وكمان ما بتحسّيش بأي ألم أو أي مثلًا جفاف في البشرة. تمام، إحنا هنا أنا عاملاه بالصابون، يعني تقريبًا الصودا الكاوية اللي فيه اتبخّرت، يعني هو آمن جدًا هنستعمله على طول. طيب أنا نزلت عليه بنُص لتر من المَيّة المغلية، لازم يا جماعة تكون المَيّة المغلية. هنا عندي الصابون على طول داب في ساعتها، لإني طبعًا زي ما أنا قايلة لكم الصابون حجّر أو نشف، فكان نسبة الذوبان بتاعته كانت سريعة جدًا. لو ما دابش معاكِ ارفعيه على النار، وطّي النار عليه وقلّبي بالراحة جدًا، هتلاقيه داب وبقى معاكِ بالمنظر ده. أنا هنا ما استنيتش عليه لحد ما يبرد تمامًا، ممكن في اللحظة دي تسيبيه، هتلاقيه عمل كده زي اتصبِّن جامد، وبقى يعني النسبة بتاعة الغلاظة بتاعته زادت. فأنا اشتغلت على طول. هنا هاجيب معلقة ونُص من الملح الطعام العادي، ولو عندِك الملح الخشن طبعًا يُفضّل الموضوع، ونزلت عليه كده بكوباية إلا ربع من المَيّة. والمَيّة هنا أنا واخداها من اللتر ونُص اللي أنا هاعاير بيها المقدار بتاعي. وخلّيكم معايا إن شاء الله، هنشوف في الآخر أخَد معايا كام لتر من الصابون بسبب صابونة واحدة. نزلت بقى عليه كده بالمَيّة، وبقيت أقلِّب باستمرار. ما تنزليش بالمَيّة دُفعة واحدة علشان تقدري تتحكمي في الغلاظة بتاعة الصابون. وإحنا طبعًا عارفين صابون يعني تقليب، كل ما باضيف كمية مَيّة إضافية، باحس ألاقي الصابون بيتقل معايا كده وبيدّيني لزوجة حلوة أوي. وكمان عايزة أقول لكم من غير ما أحط أي شيء، أنا باقلّب وباحس إن الخليط بتاعي فيه لمعة كده يعني. بُصّوا، كل ما باضيف مَيّة، كل ما باحس إن هو بيزيد في السُمك بتاعه. أنا هنا الكمية بتاعتي ما شاء الله، الصابونة دي عشان تقريبًا كانت حجمها كبير شوية، أخدت معايا حوالي يعني من 5 ل5.5 لتر من المَيّة، يعني كل دي كمية صابون سايل من صابونة واحدة. ما فيش أوفر ولا أفضل من كده. وعايزة أقول لكم والله بجد، أنا كنت أول مرّة أعمله كده من البداية،
ونجح جدًا معاه وإن شاء الله خلاص مش هاشتري تاني صابون سائل، فأنا عايزاكم طبعًا الطريقة عجبتني جدًا والوصفة عجبتني، فقُلت أقولها لكم تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. كل ما بتقلّبي كل ما بتحسّي إن أنتِ محتاجة تزوّدي، طبعًا المَيّة دي على حسب ما بتشوفي قدّامِك. طيب إيه اللي أنا الإضافة اللي أنا ضفتها دلوقتي، الإضافة دي كانت حوالي كوباية من الصابون السائل اللي هو الجاهز، تمام. أنا حطيت يعني كوباية كده علشان طبعًا أخلّي الوصفة بتاعتي غنية وكمان تكون كمادة حافظة للصابون بتاعي، لإن زي ما قُلت لكم إن أنا عاملة كمية كبيرة ولازم طبعًا يكون فيها مادة حافظة. خلاص كده الكمية بتاعتي خلصت وهندخل بقى في تلوين الصابون. عايزة أقول لكم ممكن تخلّيه زي ما هو كده بدون أي إضافة، أنا عندي الألوان الجل دي فضِفت اللون الأصفر وعندي موف وعندي كل الألوان. يعني أنا باوريكِ اللي ممكن ألوان الطعام تشتغل معاها ما فيش أي مشكلة. طبعًا الصابون ده إحنا عارفين إن هو ليه ألوان اسمها مايكا، بس يعني لو مش متوفرة بما إن هنعمل في البيت فممكن تكتفي بدون أي لون، لكن أنا علشان التصوير ضِفت اللون الأصفر وممكن برضك تكتفي باللون اللي أنتِ شايفاه قدامِك ده. أنا ما اكتفيتش بصراحة باللون ده، فحبيت بقى إيه، فرحت بجد بالوصفة، فحبيت أدّي لون تاني، فأدّيت مع الأصفر أزرق، ادّاني اللون الأخضر الرائع الجميل اللي هو اللي أنتم شايفينه قدّامكم ده. عايزين إضافة تانية ممكن تضيفي اللي هي الeyeshadow لو عندِك eyeshadow مثلًا قديمة عندِك والّا حاجة، ممكن تاخدي منها قطعة كده صغننة وتدوبيها كده في حبة كده من الصابون ويكون معاكِ بالشكل الجميل، بُصّوا شكله مصدّف رهيب بجد. جرّبوه طبعًا أنا هنا لسه عاملاه، هتسيبيه بقى يعني مثلًا من بالليل للصبح كده هتلاقيه بقى أتقل من كده وتجرّبيه وتشتغلي بيه على طول، إن شاء الله تجرّبوا يا جماعة الطريقة دي رهيبة بجد. لو وصلتِ معايا لحد هنا ما تنسيش في اللايك، ما تنسينيش في لايك كده، ولو أول مرّة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعّلي الجرس على الكل عشان يوصلِك كل إشعار جديد أنا بانزّله. بُصّوا الجمال، لونه رهيب، أنا بجد يعني حبّيت أوي، أوي، أوي الوصفة، واللون كمان بتاعها يعني ما فيش أفضل ولا أحلى من كده. بُصّوا الجمال، بجد حلو أوي يا جماعة جرّبوه، وأشوفكم بإذن الله كده في فيديو تاني، وأنا كده حبيت المنظفات، يعني عندي صابون اللي أنا كنت عاملاه، فإن شاء الله بقى هنحاول كده نجتهد شوية ونشوف الوصفات اللي بتطلع من الصابون الصلب، علشان يعني زي ما أنا بجد استفدت من الفيديو بتاع وصفة ومعلومة، أنا كمان قُلت أنتم كمان تستفادوا. يالّا بقى نجرّب الرغوة الرهيبة، بُصّوا الرغوة بتاعته، يعني حاجة كده جميلة، جميلة، جميلة. ما فيش أفضل ولا أحسن من كده. يالّا جرّبوا الوصفة بقى بتاعتكم كده بطريقة الصابون السايل، وما تنسونيش في لايك حلو كده، وأشوفكم بإذن الله في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.